الحواوشي الاسكندراني من الاكلات السهله واللذيذه في الحر اللي احنا فيه ده. معاها شويه طحينه بقى وشويه شيبسي والغدوه كده تمام التمام. تعالى اقولك على كل التركات اللي تعمليها ويطلع معاكي الحواوشي احلى من اللي بناكله في اسكندريه. اول حاجه انا معايا كيلو دقيق، والدقيق اللي استخدمته كان دقيق الكوثر، حلو قوي في المعجنات. كيلو من الدقيق عليه نص معلقه ملح صغيره، عليه معلقتين صغيرين سكر، باكت خميره هحط كله على الكيلو، معاها ربع كوبايه زيت زيتون. هضرب بقى كل ده مع بعض الاول قبل ما انزل عليهم بالميه. اول ما الاقي ان الخليط اندمج كويس هنزل عليهم بالميه تدريجي لحد ما العجينه تلم معايا. هنا بعد ما العجينه كانت مفشكله بقت ناعمه وزي القطن، شويه دقيق بقى على الرخامه وهنزل عليهم العجين وهعجنها انا بايديا تاني. بحراره الايد العجينه بتكون طريه جدا. هبدا ان انا المها كده من تحت لفوق لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا عامله ازاي، زي القطن. في نفس العجان اللي انا عجنت فيه هحط رشه زيت من فوق ورشه زيت من تحت، وهبدا ان انا اغطي وشها كله عشان ما تشققش. نيجي بقى للحمه. ده نص كيلو من اللحمه يكون فيها نسبه دهن، عليها بصلتين كبار مبشورين، فلفل رومي متقطع صغير، معاهم رشه الملح والفلفل الاسود، رشه حبهان، 7 بهارات، بهارات لحمه، البهارات اللي تفضليها حطيها. هخلط بقى كل الحاجات دي مع بعض لحد ما البصل يختفي من اللحمه تمام. دي العجينه بعد ما خمرت، بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينه عامله زي القطن، تحفه. ندي بقى البوكس التمام وبعد كده نبتدي نقطع الحواوشي. هقطعه على حسب ما انا عايزه الرغيف، عايزاه كبير، عايزاه وسط، عايزاه صغير، انا اللي بتحكم في حجمه. ببدا ان انا الف العجينه كده حوالين بعضها وبكورها بايديا وهي العجينه طريه جدا مش هتتعبك خالص. على طبق بقى مدهون بالزيت وببدا ارص العجينه لحد ما اخلص الكميه كلها. كيلو دقيق عامل معايا 8 رغيفه وسط. رشه من الزيت بقى على الرخامه وهوزعها كده، وهبدا اجيب اول كوره وهفردها بايديا، مش هتحتاجي النشابه ولا هتحتاجي اي حاجه، العجينه تحفه. بايديا كده بفردها، ودي اول طبقه بركنها على جنب، وبجيب الطبقه التانية وبفردها برضو. وبعد ما بتتفرد معايا بجيب بقى قطعة من اللحمة اللي احنا تبلناها بالبصل والفلفل والتوابل، خلطة الحواوشي، بفردها كده في العجينة واسيب الاطراف كلها ما فيهاش لحمة. وببدأ ان انا اجيب الجزء الاولاني اللي انا فردته والفهم كده على بعض زي ما انتوا شايفين بالظبط. الطريقة سهلة جدا جدا والنتيجة روعة. هلف كده العجينة حوالين بعضها عشان خاطر ما تفتحش مني في الفرن. بعد ما بخلص بقى الكمية كلها برصها على صينية مدهونة بالزيت وبدخلها على فرن على اعلى درجة حرارة. لو عندك الشواية شغلي الاتنين مع بعض لحد ما يستوي وياخد الوش القمر ده. انا بحب اقطع الحواوشي او البيتزا بالمخرطة، بتقطع بطريقة حلوة قوي. وبصوا بقى اللحمة مستوية مع كوباية بيبسي وكده يبقى الغدا تمام التمام. يا رب وصفتي تكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.